يا صباح الورد والياسمين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى هنا كده هنعمل بقى ايه؟ مخلل لفت معانا كده، هنشيله رمضان. كل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم الايام بخير يا رب. طبعا كلنا بنعرف نخلله، بس انا هعمله بقى بطريقة سهلة وسريعة كده، وهوريكم انا هعمل ايه. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول وهقول لكم هنعمل ايه. طبعا هنا جبنا معانا اللفت زي ما انتم ما شايفين كده. طبعا عايز يتنضف كويس ويتغسل كويس قوي، لان كله طينه زي ما انتم ما شايفين. طبعا هنضفه وهرجع ايه هوريكم انا هعمل ايه. وهحط عليه جزر. الجزر دوت اختياري يا جماعه، اللي حابه تحط جزر تحط، واللي حابه تحط قرنبيط برضك تحط. هنا كنا نضفناه طبعا وغسلناه كويس زي ما انتم ما شايفين كده. ماشي. هنبدأ بقى ان احنا ايه نقطعه. قطعيه بالطريقة اللي انت حبيها، حابة تقطعيه شرايح طويلة كده قطعيه، حابة تقطعيه مكعبات برضو قطعيه. التقطيعة اللي انت حبيها قطعيه بيها. تمام. هنا بقى بصوا زي ما انتم ما شايفين كده، كنت نضفته كويس بقى وبدأت ان انا اقطعه. آه هقول لكم بقى هنعمل ايه. وهحط عليه جزر، اللي حابة تحط جزر تحط، اللي مش حابة ما تحطش. والفلفل اللي انا هحطه ده يا جماعة برضو كاختياري مش اجباري. انا حبيت ان انا احط قرن واحد بس، ان هو هيديله بس ريحة. بصوا هنا كنا قطعنا بقى، هنجيب بقى ايه البطرمان بتاعنا، وهنبدأ ان احنا ايه نحط بقى اللفت بالجزر دوت. بصوا انا في الطبق التاني دوت مقطعة بنجراية، قشرتها ونضفتها برضو وقطعتها. هحط شوية لفت بجزر كده، وبعد كده هحط ايه كام شريحة بنجر. بصوا طبعا انا بحط البنجر لان اللون بتاعه بيبقى محمر كده، وبتبقى المية بتاعته حلوة قوي. بالنسبة بقى للملح، لو انت بتحبي الحاجة حادقة قوي ماشي زودي ملح. يعني انا على ال3 كيلو دول حطيت يعتبر كده 7 معالق ملح كبار. ماشي. حابة انت يبقى حادق شوية حطي، بس انا ما بحبهوش يكون حادق قوي. بصوا طبعا حطيت الفلفل دوت اختياري عشان تبقوا عارفين. هنا بقى هنجيب طبق وهنحط فيه 7 معالق ملح، وهنحط معلقة سكر حلوة كده. السكر دوت مادة حافظة ليه عشان تبقوا عارفين. وحطيت معلقة خل كده زي ما انتم ما شايفين. وهنحط بقى ايه المية بتاعتنا. طبعا ده كان تخليل اللفت معانا الطبق. اللفت دوت طبعا ما فيش حد ما بياكلش لفت ولا مخلل في رمضان. اساسي عندنا طبعا طبق الترشي. تمام. بصوا زي ما انتم ما شايفين كده بقى هنقلب بقى الملح بالخل بالسكر، وبعد كده هنحط ايه المية، وكل ما نحتاج مية هنحط، وبعد كده هنغطي البطرمان وهنرجه ايه هنقلبه كده وهنقلبه. يعني هتشوفوا برضو كان هعمله ازاي. طبعا اللي ما اشتركتش في القناه تشترك وتدوس على كلمة الكل عشان يوصلها كل جديد. ويا رب فيديو النهارده يعجبكم، وما تنسونيش في لايك، وعايزاكم بقى تشيروا الفيديو لحبايبكم واصحابكم. وبحبكم كتير قوي 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 قوي. بصوا زي ما انتم ما شايفين كده، انا يعتبر كده انا بقلبه برضو بدوبه. بصوا انا هفتحه وهدوق الحياء بتاعه. لو حابة تحطي ملح، لو لقيتي الحياء مش مظبوط حطي من فوق الوش كده زي ما انا ما حطيت. بصوا هقلبه تاني. ودي كانت وصفة اليوم، ويا رب فيديو النهاردة يعجبكم. ما تنسونيش بقى في لايك ولا دعوة حلوة كده من قلبكم. وكل سنة وانتم طيبين، يعود عليكم الأيام بخير يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.